يخرج ريال مدريد مجددا من روتين الليغا الذي أشبه بصرف أعمال ليس أكثر، ليلبس حلة السهرات الأوروبية التي يبدو أنه عاد ليصبح مجددا نجمها الذي يتطلع إليه الجميع. كيف لا، ومدربه جوزي مورينيو لا يشكل فريقه الأساسي إلا تحسبا لاستحقاقات دوري الأبطال الذي لم يعد هدفا فحسب بل هاجسا للميرنغي. الحافز الأكبر للوصول لنصف النهائي هو حافز بلوغ النهائي، لكن في هذه اللحظة لا يمكننا اللعب من أجل النهائي. حافزنا يكفينا للعب من أجل نصف النهائي وهو المتاح حاليا. بالمقابل يأتي أتراكو جالاتاساراي إلى مدريد بدون أي عقدة أو تقريبا، لأنهم باستثناء الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدور الأول فازوا على جميع منافسيهم على ملاعبهم، وهو ما يعني أن الفريق لا يخشى اللعب خارج أرضه، ولكنه اليوم يلعب على أرض بطل كبير اسمه ريال مدريد. ريال مدريد فريق كبير الجميع يعرفه بمن فيه من الأطفال، نقاط القوة فيه معروفة وليس من السهل التصدي لها. رغم ذلك فنحن لا نخشاهم وسننافسهم على أرضهم قبل مباراة الإياب على ملعبنا. لعب مباراة الإياب على أرض المنافس يفترض على المستضيف أن يأخذ ضمانا شاملا بشكل انتصار عريض قبل الانتقال إلى أكثر الملاعب معاداة للزوار في أوروبا، ملعب علي سامي ين في إسطنبول. الريال الذي لم يخسر سوى مرة واحدة على ملعبه منذ إشراف جوزي مورينيو على الفريق يبدو قادرا على ذلك، شريطة تسجيل وتفادي خطورة هداف دوري الأبطال بوراك يلماز، ولكن أيضا ديدي دروغبا صاحب الخبرة في هذه المنافسة. ريال هذا الموسم عملة ذات وجهين، وجه محلي تبخرت آماله في الليغا وقد لا تكفيه كأس الملك، ولكن لكبير أوروبا وجه آخر فهو صاحب 9 ألقاب والسعي من أجل العاشر. جمال جبلي، الجزيرة الرياضية، من مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.